السلام عليكم. مرحبا بكم في قناة. اليوم جبت لكم موضوع صحي ومهم بزاف على واحد المكون طبيعي اللي كاين في كل دار مغربية تقريبا، وهو قزبر الحبوب او القزبرة اليابسة. هذا المكون معروف من زمان عند جدودنا، وماشي غير نبات عادي، بل عنده قيمة صحية كبيرة وفوائد كثيرة للجسم. القزبر الحبوب كيعاون بزاف في الهضم، كينقص من الغازات والانتفاخات، وكيخلي المعدة مرتاحة. الناس اللي كيعانيو من الإسهال يقدروا يشربوه مغلى بشكل يومي، وهذا الشيء كيرجع التوازن للجهاز الهضمي وينظم حركة الأمعاء. القزبر الحبوب مفيد للناس اللي عندهم مرض سكري، حيث كيساعد الجسم على ضبط نسبة السكر بشكل طبيعي. الاستعمال اليومي كمغلى أو إضافته مع المكملات الغذائية يمكن يساعد الجسم يحافظ على التوازن السكري ويحمي من الارتفاع المفاجئ. عنده تأثير كبير على الكوليسترول، كينقص الكوليسترول الضار ويزيد الكوليسترول الجيد. هادشي كيحافظ على صحة القلب والشرايين، وكيخلي الدورة الدموية تمشي بسلاسة. القزبر حبوب مفيد للناس اللي عندهم ضغط مرتفع، حيث كيرخي الأوعية الدموية ويساعد الجسم على تنظيم الضغط. شرب مغلي القزبر بانتظام يمكن يكون واحد طريقة طبيعية لدعم صحة القلب. واحدة من الفوائد اللي كتعجب بزاف الناس هي أن القزبر الحبوب كيعاون الجسم على التخلص من الدهون الزائدة وتحفيز عملية الحرق الطبيعية، وهذا الشيء كيساعد بشكل غير مباشر على تنحيف البطن وتقليل الكرش. القزبر الحبوب عنده تأثير مهدئ على الأعصاب، كيعاون على تهدئة التوتر والقلق، وكيحسن النوم العميق والمريح، خصوصا للناس اللي عندهم صعوبة في النوم. عنده خصائص مضادة للالتهابات، وكيوقف الإسهال وينظم حركة الأمعاء، وهذا الشيء مهم لصحة الجهاز الهضمي بشكل عام. مغلى القزبر كتاخدي مع ملعقة صغيرة من حبوب القزبر وغليها في كوب ماء لمدة 10 دقائق، ثم صفيها واشربيها صباحا على الريق أو قبل النوم. هاد الطريقة كتفيد للهضم، الضغط والكوليسترول وتنظيم الأمعاء. تقدر تضيفيه لمسحوق الأعشاب أو مكملات طبيعية، بحيث يكون جزء من النظام اليومي لصحة الجسم. يمكن طحن القزبر قليلا وإضافته إلى الماء الدافئ وتشربيه كل يوم بانتظام لتحسين الهضم وتنشيط الجسم. وخلاصة القول، القزبر الحبوب مكون طبيعي بسيط، ولكن عنده فوائد كبيرة ومتعددة، كيحسن الهضم وينظم الأمعاء، يوازن السكر، يخفض الكوليسترول والضغط الدموي، يساعد على تنحيف البطن، وكيهدي الأعصاب، ويحسن النوم، وحتى كيوقف الإسهال. استعملوه بشكل يومي وباعتدال، وغادي تشوفوا الفرق الكبير في الصحة ديالكم. شكرا بزاف على المتابعة ديالكم. نتمنى تكونوا استفدتوا من المعلومات. مع السلامة في فيديو جديد إن شاء الله.